الزمالك دائما ما يلدغ من أبنائه. دايما كده في نادي الزمالك واحد زي لعيب زي إمام عاشور ده احنا جبناه من المحلة. طبعا كان صفقة لسه لعيب صغير، الناس كانت متوسمة فيه خير، قالوا زملكاوي ده بيحب النادي ده منتمي ده مش عارف ايه. وبعد فترة ان هو فترة يعني سنتين ما بيلعبش اساسا، مش متواجد لا احتياطي ولا حتى بينزل ماتشات على فترات. شاء الأقدار إن اتنين من أهم اللعيبة يمشوا من الفريق، هو طارق حامد وفرجاني ساسي، ويكون له دوره إن هو يشارك ويثبت وجوده في مركز غير مركزه، بدعم من اللعيبة، بدعم من الجماهير، بدعم من الأجهزة الفنية اللي كانت موجودة، لحد ما وصل لمرحلة فيه إن هو بقى لعيب كورة. وفي سنة إيه، في أقل من سنة اللي هم 6 شهور أو 7 شهور، إمام عاشور بقى يعني ظهر فيهم. باستثناء الموسم اللي بدأ معانا فيه، لأنه كان مستواه زي الزفت، وكان تركيزه كله إن هو في الشو بس، إن هو بيعمل دريبل في أي منطقة، ممكن منطقة الجزاء يروح عامل فيها دريبل تتقطع الكورة نلبس يعني عادي جوان وبتاع. الغريب والمنطقي إن ده مش أول يعني حالة إمام عاشور كده، لما تيجي تحللها وتراجعها، ده مش أول لعيب يحصل منه الحركة دي. وانتوا طبعا ملاحظين القصة بقى لما طلع مع البرنامج المقرف ده، انا مبحبش اتفرج عليه، ده بتاع رامز جلال. انا والله ما بحب اتفرج على البرامج دي، بس يعني لما الناس اتكلمت على الحلقة، وطبعا هي دي بتبقى حاجات تبقى مقصودة، يعني لازم تكون فاهم متأكد ان لما في حلقة بتيجي تسمع دي كده، هما بيبقى مقصود، دي الحاجات دي بتبقى مترتب لها ومدفوع تكاليفها، والدنيا بتبقى معروفة يعني. فهم انا جاي اعمل حلقة عشان البرنامج بتاعي واقع، فعايز اجيب له مشاهدات، عايز اجيب له فيوز، عايز اطلعه ترند من الاخر عشان الناس ترجع تتفرج على البرامج ده تاني. فاجيب بقى لعيب كورة، اجيب احمد السقا اتكلم على الزمالك، فبعدين اجيب مش عارف اجيب لعيب زي كهربا واقول له الزمالك. بصنع ترند للبرنامج عشان هو برنامج واقع، فانا بحب ايه اقومه، او ملوش مشاهدات، او بعد عن الساحة، او بعد الناس ما بتتكلمش عنه اساسا. فانا حابة اعمل له ايه، فاجيب حد ينكش كده في النادي. طيب طب انا امام عاشور ده مثلا، حركة زي دي هي اتعملت ليه؟ انا اقول لكم الحقيقة. امام عاشور اللي بيعمله ده كله بيحاول يستفز ناس في داخل نادي الزمالك، كانوا السبب، هو بيقول كانوا السبب في رحيله من نادي الزمالك. بيحاول يستفز ناس داخل النادي كانوا السبب في رحيله من نادي الزمالك. طب هما كانوا السبب في رحيله ليه؟ لانهم ما عدلوش عقده، لانه عقده اللي مضاه ما تجددش، ما تمددش، قعد اتقطع. تقول له، قالوا له انت قيمتك لا تساوي هذا الرقم اللي الكابتن حسين لبيب جدد لك بيه، فانت المفروض على حسبتنا احنا، لا انت مستواك ما يأهلكش ان انت تاخد المبلغ ده. لما تألقت ومش عارف ايه، هو بقى مشاكل بقى هنا وخد وهات، فحصل المشاكل اللي أدت إلى رحيل إمام عاشور من الزمالك. هل ده مبرر للتصرفات والأفعال اللي هو بيعملها؟ لا طبعا، هو جه عشان يغيظ ناس في إدارة نادي الزمالك وإدارة الكورة في نادي الزمالك. جت فينا احنا، جت في الجماهير، الناس اللي استفزتنا احنا أكتر. وبصراحة أنا برضو هرجع وأعيد لكم نفس الكلام اللي قلته من شهرين، لما طرح موضوع إن إمام عاشور عايز يمشي وكان مصمم على الرحيل. أيا كانت الأسباب وأيا كانت الخلافات، يا إمام عاشور أنت رحت ولا جيت، أنت لعيب يعني لم تقدم شيء لنادي الزمالك أو منتخب مصر عشان يحصل عليك بروباجندا ويحصل عليك ترند. فالفكرة كلها زيك زي كهربا، زي لعيبة كتير كده كلت عيش وملح وما تمرش فيهم وما عملوش بيه ولا يستحقوه، ويعني وحاجة يعني نندم عليها ان هم الناس دي مرت على نادي الزمالك. هتقولي بقى خلافات مع مجلس إدارة، هتقولي خلافات مع مشرف عام كورة مش عارف ايه، انا الكلام ده ما يخصناش. في الاخر النتيجة والافعال اللي انت عملتها ادت الى نتيجة واحدة، وهي استفزاز جماهير نادي الزمالك. وان انت يعني بتحاول بشتى الطرق، يعني ان انت يعني بمعنى أصح بتجذب جماهير أخرى ليك، وعايزهم يدعموك ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. في النهاية يا إمام، يعني الحاجة هيبقى مصيرك في إيه، كل اللي مشوا في السكة دي كان مصيرهم معروف يعني وحتمي يعني. أتمنى لك والله الخير، وأتمنى لك إن أنت تصلح من نفسك،
وإن إحنا في شهر كريم ومبارك، وإن أنت وتعيد حساباتك وتقدم اعتذار لجماهير نادي الزمالك، نقبله أو ما نقبلوش ده موضوع تاني وقصة تانية. بس الموضوع كله وما فيه يعني إن حسن النوايا بيسهل لك طرق ويفتح لك سكك، وفي نفس الوقت العكس برضه. أنت في ناس كلت معاه عيش وملح، ما عملتش بيه، ما صنتوش، ما احترمتوش. في ناس وقفت وراك وشجعتك في أزمتك لما توقفت. في ناس وقفت جنبك في حاجات كتير جدا. وقفت جنبك لما كنت في الملعب نفسك وكان بيحصل تقف وكان الناس بتلومك او بتنتقدك او بتتكلم عنك وحش. كان جمهور الزمالك هو سيفك ودرعك. وطبعا احنا مش بندعمك عشان انت امام عاشور، لا، احنا بندعمك عشان انت لاعب في نادي الزمالك. فدلوقتي لا تنتظر منا دعم ولا تنتظر منا حتى كلمة ايجابية. شكرا يا امام.